نفرهرو. هنتكلم عن أعظم ملوك طيبة. اتكلمنا قبل كده عن الملك حورمحب. الناس بقى اللي جم بعديه. حورمحب أصلا جه بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي والعسكري. ليه؟ لأن هو جه بعد توت عنخ آمون وآي وسمنكاري وإخناتون إلى آخره. هو كان خايف إن فترة عدم الاستقرار دي تستمر من بعده، لأن هو ما كانش عنده وريث. هو كان متزوج من موت نجمة أخت نفرتيتي، بس ما أنجبش منها أي أطفال. لذلك قرر إن هو يختار وريث للعرش، والوريث ده من وجهة نظره، من وجهة نظر الملك حورمحب، كان لازم يتوفر فيه شرطين. الشرط الأولاني إنه يكون قائد عسكري، لأن هو كان شايف إن كيمت في الفترة دي محتاجة لقائد قوي. الشرط التاني إنه يكون عنده ذرية قدامه، يعني يكون اوريدي أب واوريدي جد كمان، عنده ابن وعنده حفيد، علشان يبقى متأكد إن فترة عدم الاستقرار في تداول السلطة مش هتستمر. الحقيقة حورمحب كان موفق جدا في اختياره لولي عهده. اختار ناس أضافوا لكلمة مجد فوق مجدها. أحسن اختيار، ما كانش يقدر يختار أحسن من كده. عارفين اختار مين؟ اختار خليفة ليه زميل له في الجيش اسمه با رامسو. ده أصبح فيما بعد رمسيس الأول. رمسيس الأول حكم كيمت لمدة 1.5 سنة بس. له مقبرة جميلة جدا في وادي الملوك، بس هي صغيرة لأن ما كانش عنده وقت بسبب قصر فترة حكمه. بعد وفاة رمسيس الأول تولى ابنه سيتي الأول الملك العظيم. سيتي الأول كان عايز يحقق تقارب ما بين أتباع ست وأتباع أوزوريس، فأنشأ معبد أبيدوس لتحقيق هذا الغرض. ومعبد أبيدوس ده أهداه للإله أوزوريس، مع إنه هو اسمه سيتي يعني رجل ست. حب يعمل التقارب ونجح إنه عمل هذا التقارب من خلال المعبد ده. المعبد ده بيشهد على ازدهار فن الرسم والنقش ووصوله لأعلى درجات الإبداع في كل 30 أسرة بتوع مرحلة التاريخ المصري القديم. فعلا اللي يخش المعبد ده ينبهر. أجمل نقوش موجودة في تاريخ كيمت كلها. على جدران هذا المعبد سيتي الأول ترك لنا جدارية تعرف باسم سبت أبيدوس. ده مصدر مهم جدا من مصادر المعلومات اللي عندنا عن التاريخ، لأن سبت أبيدوس ده عبارة عن لوحة كبيرة كتب فيها سيتي الأول أسماء أجداده كلهم اللي سبقوه إلى حكم مصر بالترتيب. احنا كنا طول عمرنا عندنا الخراطيش موجودة في كل حتة، الخراطيش، لكن ترتيبها ايه؟ أحد مصادر الترتيب بالنسبة لنا هو سبت أبيدوس اللي تركه لنا سيتي الأول. بالإضافة لكده سيتي يمتلك أجمل مقبرة ملكية في كيمت على الإطلاق، مقبرته في وادي الملوك. دون على سقف مقبرته رسوم فلكية نادرة جدا، وهو ما يدل على أنه لم يهتم فقط بالفنون ولكن بالعلوم كمان. ما هو الفلك ده كان من العلوم المهمة جدا عند قدماء المصريين. ده بخلاف أن له مقبرة أخرى رمزية أقامها بجوار معبده في أبيدوس وبجوار قبر أوزوريس اللي هو الأوزيريان. يعني ايه مقبرة رمزية؟ يعني مقبرة هو ما اتدفنش فيها، لأن هو اتدفن في الحقيقة في مقبرته اللي في وادي الملوك. سيتي الأول حقق انتصارات عسكرية هامة جدا، خاصة في فينيقيا، في النوبة، في كنعان، وعزز هيبة الجيوش المصرية في العالم القديم. كل الانتصارات دي هو دونها على جدران صالة الأعمدة الكبيرة جدا والأشهر والأجمل في مصر على الإطلاق، وهي صالة أعمدة معبد الكرنك. شاركوا في تحقيق هذه الانتصارات ابنه وقائد جيوشه اللي هيخلفه على العرش، أعظم العظماء ملك الملوك رمسيس الثاني.